ده كله بجانب انك انت تبقى معاك واحد محترف بيرشدك انك انت تقدر تطور مستواك ويقدر تحسنك. فلو انت عندك واحد صاحبك شاطر جدا في الشطرنج، او معاك مدرب او معاك حد، فدايما استشيره ودايما تسأله كتير عشان تحصل على اعلى استفادة ممكنة. انما بقى لو انت مستواك متقدم في الشطرنج، وانا بتكلم للناس اللي فوق تقييم ال 1900، طبعا لو انت تقييمك فوق ال 1900 فانت لازم نتعمق اكتر واكتر في الاند جيم، فتدرس كتاب مانيوال اند جيم لدوفرسكي. والكتاب ده طبعا برضو زي كتاب كده 100 اند جيم يو ماست نو، بس على اعمق شويتين ثلاثه، لان الكتاب ده عباره عن 1000 صفحه تقريبا، وكلهم بيتكلموا عن الاند جيم بشكل ثيوريتيكال جدا ومواقف مهمه جدا في الاند جيم. فهو الكتاب ده ادفانسد جدا، مش بننصح بيه المبتدئين خالص. الكتاب فيه كميه معلومات كتيره جدا جدا جدا، ولو انت ما عندكش خلفيه كفايه في الشطرنج مش هتقدر تفهم اي حاجه في الكتاب ده. النقطة التانية انك انت لازم تفهم استراتيجي وبوزيشنال